يقولون الأخ قريفة كان في البر، هذا من أيام يعني البداوة أكيد بالبر في البر. وجاه ضيوف، فهو ما كان عنده غنم يذبح الغنم للضيوف، بس كان عنده الناقة. نعم. وطبعا الضيوف يعني عدة قليلة، الواحد ما يذبح ناقة عادة. صح. يذبح غنم. بس الغنيم كان يعني بعيد، صار الحين ما أدري وين. سأل الجيران قال هل في حد منكم ممكن تعطيني غنم وانا بعدين رجع لكم اياه، بس يعني اي سبب من الاسباب ما اعطوا، عيوا. فهو اضطر يذبح الناقه. ذبح الناقه واعطاه وعشى الضيوف، وطبعا عينوا خير وظلوا عنده 3 ايام، ويعني وبعدين راحوا طريقهم. فهو تضايق من الموضوع ان الجيران ما عطوا، فقال القصيدة هذا يعني يذم الناس اللي عنده. قال المراجل ما تهيأ هالسوية، كود من عض النواجذ بسنونة. نعم. يا جماعة سيف ما فيكم حمية، سيف سياحظها ما تسمعون. ما علينا من هراجة القفية، ما علينا من هراجة باب الرزق منهم يقطعون. إن بغيت الهون درب الجود عيا، شاي من نفسي عن دروب المهونة. وسلامة. يا جماعة سيف ما فيكم حمية، سيف صياح الضحى ما تسمعونه. من يعاوني على ربع هنية، من بغى درب المراجل يمنعونه. يا جماعة كيف ما فيكم حمية، كيف صياح الضحى ما تسمعونه. من يعاوني على ربع الهنية، من بغى درب المراجل يمنعونه. المراجل ما تهيأ هالسوية، كود من عض النواجذ في سنونه. إن بغيت الشح درب الطين